كان عندي عميل عايز UGC وحصل بيني وبينه مشكلة، وكلمت صاحبتي احكي لها، وعمالة بقى مندمجة قوي احكي لها بانفعال واللي حصل، وهي اوت اوف نو وير وقفتني وقالت لي: سلمى معلش، هو انا ممكن اسألك سؤال؟ هو يعني ايه UGC اصلا؟ UGC هو User Generator Content، هو المحتوى اللي بيعمله المستخدم، حاجة كده شبه الانفلونسرز بس على أصغر. الانفلونسرز عشان يعملوا محتوى الشركة بتكلمهم وبيتكلموا في التفاصيل وشكل الريل وبياخدوا فلوس على ده. إنما UGC يا إما بياخدوا فلوس قليلة أوي، يا إما أصلا ما بياخدوش فلوس وبيبقى مقابل الجفت، يا إما أصلا بيطلعوا يعملوا ده من نفسهم من غير ما المكان يتفق معاهم. طب برضو يعني إيه؟ يعني مثلا أنا بحب الليب جلوز ده جدا، بستخدمه على طول، فطلعت فتحت الكاميرا واتكلمت عن قد ايه الليب جلوس ده حلو من غير ما صاحبة البراند تطلب مني، وعملت لها منشن، فانا كده UGC. طب ليه شركات دلوقتي اتجهت ان هي تتعامل مع الUGC اكتر من الانفلونسرز؟ وليه تأثيرهم بقى قوي وكويس؟ اولا عشان هم تكلفتهم اقل بكتير قوي من الانفلونسرز. ثانيا علشان المصداقية، فكرة ان انت تشوف حد شبهك كده طالع بيتكلم وبيقول رأيه في ريفيو عن حاجة يديك مصداقية للمكان ده اكتر من ان انت تشوف انفلونسرز مشهور طالع يتكلم عن الحاجة، بتحس قوي ان هي اعلان. تالت حاجة بقى وتكاد تكون أهم حاجة، هو إن الانجيجمنت ريت عند الUGC وعند المايكرو انفلونسرز، الانفلونسرز اللي عندهم عدد فولورز قليل، يعني بيكون مثلا ما بين 10,000 ل100,000، بيكون أعلى بكتير. يعني التفاعل عندهم بيكون أعلى من التفاعل اللي عند انفلونسرز عندهم ملايين. لو انت بتفكر تبقى UGC ومش عارف تبتدي منين وايه التولز اللي ممكن تساعدك، ممكن تكتب لي كومنت لو حابب اقولك تبتدي ازاي.